تكتبوا الراقية. هذا في وما كاينش موقفة هذا ما بقاش موقفة، خلى زعما موقفة ماشي غير يجيب شي حاجة وصافي. لا تقاوى مع راسو شكون في حالك. شي دورة واحد باقي الدور شوية. هلا سيدي هكا كبيرة عاد الحلة ديال الراقية. جابيلو ان شاء الله. ملي تولي رئيسة ديال المجلس البلدي خصص شي ميزانية ديال الشامبوان. لا جابيلو صاني كروع فيه مسيمة زوينة. مجلة الأثرية تعيش معكم تفاصيل الحياة اليومية على إذاعة طنجة. ايوا الأقرب إليك لا عندها قطع الطريق يوميا في 9 صباحا ما عدا السبت والأحد الموعد 10 صباحا، مع إعادة في 4:30 مساء. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، أنتم دائما في الاستماع لأثير إذاعة طنجة. والآن في إطار نافذة على أنجرة سوف نرحل أثيريا إلى تراب إقليم فحص أنجرة، الذي سوف نسائل الضيفين الكريمين الأستاذ أحمد العمراني عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأستاذ ربيع الخنشوف عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفحص أنجرة، عن فعالية حقوق الإنسان بإقليم فحص أنجرة، وذلك في إطار هذا الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلد في 10 دجنبر من كل عام. أكيد إقليم فحص أنجرة إقليم واعد، واليوم طرح مثل هذا السؤال هو أكيد فيه نوع من المتابعة من تقييم حول فعالية حقوق الإنسان بتراب الإقليم، وكذلك مدى تمتع الساكنة بالحقوق الإنسانية والدستورية والوطنية التي تكفلها القوانين التشريعية الوطنية. أستاذ أحمد العمراني، مرحبا بك وجمعة مباركة. جمعة مباركة بالأستاذ حبيب ومرحبا بالمستمعين الكرام عبر أمواج إذاعة طنجة المعروفة باستقبال القضايا الوطنية والدولية. مرحبا بك أستاذ الكريم. كذلك نرحب بالأستاذ ربيع الخنشوف عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
سيدي ربيع، مرحبا بك. مرحبا بك دكتور خالد، ومرحبا بالاخ العمراني دكتور العمراني، ومرحبا بالمستمعين الكرام والجمعة الطيبة المباركة لكل المستمعين إلى طنجة. مرحبا بك. وصفة أخرى عود المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. نعم، مرحبا بك سيدي ربيع. ونعرف يعني الغيرة ديالك على التراب ديال الإقليم، هو يعني وأنتم كذلك فاعل جمعوي وحقوقي بتراب الإقليم على المستوى الوطني كذلك. أستاذ أحمد العمراني، إذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان دابا هذا عنده اش كيسميوه بيرميت كونفيونس بحقوق الإنسان، ونعلم على أن حقوق خرج يدو يرمي يضروا بالزبل هذا، والمدينة تعيش منها من الحقوق الأساسية التي تعتبر شروط أساسية من أجل ضمان كرامة المواطن. أتساءل معك، انت ما تثقش فيك حتى نخليك تعيش في هذا الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة على مستوى تراب إقليم فاس أنجرة، هل تعتقدون على أن حقوق الإنسان بتراب فاس أنجرة بخير؟ أستاذ أحمد العمراني. بخير. البداية يلا زيد نترحم على ضحايا شهداء. زيد صاحبي زيد شد كل الوار ديالك وتحمل. التعازي باسم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. يلا انت شوف المركزي كذلك باسم العصبة الجهوية والمحلية. نترحم على ضحايا الشهداء، وكذلك التعازي والوسائل نهربوا في حالنا من هنا. بالنسبة لليوم العالمي للإنسان الذي هو 10 ديسمبر، وهو يوم اختار في العالمي لحقوق الإنسان سنة 1942، ويتضمن هذا الإعلان نعرفها 30 بند أو فصل أو الأغلبية كيمشيو كيشدوا هذه شوية. أساسي. بعده جاءت المواثيق الدولية بانتداب تحدد الحقوق السياسية والمدنية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهناك أجيال أخرى جديدة. بالنسبة لساكنة فاس أنجرة التي لا تتعدى 100,000 ساكنة، بطبيعة الحال عرف تطور نسبي، ولكن هذا بالنسبة للبنية التحتية وبالنسبة للمرافق كذلك، بالنسبة للطرقات كان غير كافي نهائيا. شوف شو كيقيل نظرا لأن كان يدخل فيه فاس أنجرة، عندما نقول بأن طنجة مثلا تحتل المرتبة الثانية بعد التعضيدة في السكنان في المداخل الاقتصادية وفي المستوى الاقتصادي كذلك الاجتماعي عامة، نرى أن إقليم فاس أنجرة هو الذي يمكن جهة طنجة طول الحسيمة من هذه الخصلة ديال تبوء المرتبة الثانية اقتصاديا وطنيا، ربما أقول بنسبة 80% تقريبا. وبالتالي في حين نجد أن الساكنة لا تتعدى 100,000 ساكنة ما زالت يعني تعرف الإنسان فيها حقوق أساسية التي يضمنها الدستور فصل 31، وكذلك مجموعة من المواد إلى العالم الحقوق الإنسان مثل 20 وكذلك. نعم أستاذ أحمد العمراني، لنبقى مع المستوى الأول وهو ضرورة يعني تمتع المواطن بحقوقه الإنسانية باعتباره إنسانا وباعتباره مواطنا، كيفما كانت يعني مساهمته في الأثر الاقتصادي والتنموي، ولكن باعتباره إنسان، باعتباره مواطن. هل تعتقد على أن الساكنة ديال إقليم فاس أنجرة يتمتعون بالحد الأدنى والحد الضروري من الحقوق الإنسانية أو الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور وروح القوانين التشريعية بالمغرب؟ لا، الحد الأدنى الضروري بطبيعة الحال جميع التراب المغربية يتمتعوا بالحد الأدنى الضروري، إلا أن هناك نقص كبير. مثلا الحقوق الأساسية الأولى كترتب نقول التعليم، الصحة، كذلك الشغل، كذلك البيئة سليمة، كاين خدمات. وبالتالي إذا نظرنا إلى التعليم يعني نسبيا يعني كاين اكتفاء بالنسبة للتعليم والتمدرس إلى حد ما، خاصة على المستوى الابتدائي، إعدادي، حتى الثانوي. الثانويات يعني بدأت تتعمم على جميع الجامعات الترابية السبعة، اللي هي مازال الجامعة الترابية مع الأسف يعني قروية، ما عندناش البنية التحتية ومراكز مجهزة يعني كمدن صغيرة إلى آخره. بالنسبة للصحة هذه هي المعضلة ما زالت هناك إشكال ديال الصحة. كيف ذلك؟ صح الصحة هناك مستشفى إقليمي
كبير يعني ضيفو خصو يكون في المستوى يكون يعني لا ماشي صاحبو زعما وطرق دراسة الأشغال كان كيتسناه يفتح 2014 اللي فتح داكشي اللي كان كيتصور ماشي هو داكشي اللي لقى يعني لم يكتمل كينزي سولا الزيور يكتمل من ناحية ديال التشريع من ناحية ديال دعني نقف مع هذه النقطة مع الأستاذ ربيع خنشوف. دائما في الحديث عن الحق في الصحة إنه من الحقوق الأساسية الدستورية، وكذلك هي من الحقوق ديال المواطن، حقوق ديال المواطنة بشكل عام. فقبل أن نتحدث بطبيعة الحال هذا مؤكد حول دور ديال الإقليم في التنمية الاقتصادية الوطنية والتنمية الاقتصادية الجهوية واعتبارية قاطرة ديال الاقتصادية والتنموية ديال التراب الوطني. لنتحدث عن في المقابل على تمتع ديال الساكنة على الأقل ونبقاو بهذا المستوى ديال الحق في الصحة، ثم ننتقل إلى الحق في الشغل. مثلا هل تعتقد على أن يعني الخدمات الصحية موفرة؟ ما المشكل ديال هذا المستشفى الإقليمي السنوي؟ غطات هذه جديدة مرحبا. هذه صافي بداو في مشيت على التاريخ الدويرية مسكينة هذيك اللي بالقرمو اللي تما محقورة تحفة والمصادفة كان أول كاتب إقليمي للعصبة هو الدكتور أحمد العمراني واقفين زيد مول الموتور يا الله سير مول الموتور والهدف ديال الرئيسي كان دائما الانطلاقة الأولى هو تثبت الأوراق الإقليمية وحاول كلشي غيتغطى راه شي 7 ولا كحق الحقوق هذا هي شتيها شحال من وحدة غتكون شحال دايرين تما عبر جميع الأزيان سواء في أصغر اللي كتستفاد التعليم 6 7 ولا 6 أو كبيرة اللي كتوصل هذه هي طالعة الجانب الصحي والجانب ديال التأمين العيش الكريم. هنا نظام الصحة باش القطاع الصحي الإقليمي في 10 كاين مبادرة القرض اللي كاينة نعطيك ليه إحصاء واحد هو أن الطبيب الواحد اللي كاين الخاص اللي كاين في الإقليم كاين في الجماعات الصغير هو مول الموتور علما ان الكثافه السكانيه ديال الاقليم كتزداد بشكل كبير والمراكز ديال الجامعات كتكبر وحتى الوافدين اصبح الاقليم كيعرف ساكنه البيئه بتاعتك راه ضروري يلعب على الاقليم ولكن حتى على الساكنه. الاشكال الكبير اللي كان دائما هو حديث الساعه والباطل كل وحده دايره له عاد يخصص كاينش اللون واحد ماشي شي حمار شي الاشكال نو على الاقل واخا ماشي اراضي صالحه للمساكن المشاريع غيتوحدوا في الشكل ما كنظنش لان صعيب بريسك امبوسيبل لا لا بانتور يتوحدوا زعما ساهله كل واحد ساهله بحال اللي داروا مدينه قديمه ردوها كل صبوغه بالابيض كتبان مزيونه حتى من بعيد كتبان دابا باقي ما عندناش الثقافه ديال روسيا ولكن السكن الجماعي كما خصو يكون الانسان ديك منظم هذا ناقصنا داك الشيء بزاف فينا فهمات بزاف ولكن في الوقت اللي كتجي المعقول معليش دابا نكبروا الناس شنو السبب برأيك الذي جعل شنو السبب اللي خلى هذا المستشفى الإقليمي شوف الدنيا كي دايره نقيه مزيانه مأمنة هذه وجه واحد هي الطوب وحجار يعني كبني وسهلين ومن بعد عطي الثوره ندور على عائلتنا في ما كانش يدخل العائله ديالنا هو يمشي وصل تما الى نفس الحظ اللي حضرنا عندهم كفر حتى ماشي اشكال. الاشكال هو ان كان واحد التهاون فاش او ثاني حاجه كان الترافع على هذا الموضوع هذا الطرف السياسيين كان الترافع هو دون المستوى ما يمكنش التعاقب بين مجموعه ديال الحكومات مجموعه ديال وزراء الصحه كاين وزير هل يمكن القول على ان
نعم، على ان المسؤول الترافع، نبقاو على هذا الترافع. هل تعتقد على ان المسؤولين ديال التراب ديال اقليم فاس أنجرة لم يترافعوا بشكل جيد على يعني المطالب ديال الساكنه خلال السنوات القادمه الماضيه؟ عفوا. تكلفة غالية سي خالد، بخصوص هاد النوعية ديال المنتخبين اللي كاينين في اقليم فاس أنجرة. راه بعض المرات كيكون عندك منتخب اللي يقدر يعمل لك. حنا عندنا نموذج حاليا ديال عبد السلام فلسف صار مازال صار مجموعة ديال المواضيع اللي هي مهمة بطريقة عقلانية علمية بستاتيستيك بالأرقام بكل شيء. علاش؟ لأن الراجل مكون. وتخيل كاين هذاك وكيجي في الجانب المقابل 80 أو 90% ديال المنتخبين اللي ما يقدرش يعمل حتى جملة واحدة. فدابا دوكا عاد يقدر يدافع على ويترافع على الحقوق ديال الاقليم، سواء كان في الصحة أو في الشغل أو كان في التمدرج أو في النقل أو في التهيئة العمومية ديال حنا نقولوا ديال المسالك أو ديال الماء والضوء. ما كاينش. عندنا واحد 5 6 7 ديال الناس اللي هما اللي كيقدروا يتذكروا. لو كان عندي انا منتخب اللي كيقدر يدافع، طبعا طالبوش يشرع على القوانين ديال العلاقات المغربيه مع الدول الاخرى ولا القوانين اللي هي مرتبطه بالمجالات الوطنيه. الطريقه هذه عدروها الطريقه ما كانتش المراسله الاولى والثانيه كتخفف على الرومبوي. ومشينا عنده وعرضوا لنا هنا جيبوا لنا هنا جيبوا كل اجي هنا. نعم، شوف هذا فيما يرتبط بالجانب ديال الحق ديال الصحه. ماذا عن الحقوق الاساسيه الاخرى؟ بالنسبه للحقوق الاساسيه، حنا عندنا بعدا كاين واحد الاشكال كبير تمدرج، هو اننا كنا كنتمناو نشوفوا مدارس نموذجيه واحد يعني ما تكونش كتشبه للسويد والدنمارك طبعا مع الحلموشي، واخا ان الناس اللي كيخدموا في الفورميت كاين من السويد وكاين من الدنمارك وكاين من النرويج. بغينا مدارس تكون مستوى، يكون كيحيطها واحد مجموعه ديال مرافق صغيره فين يلعبوا الاطفال، واحد الطوبوغون، واحد باطيشه، واحد باش يحسوا براسهم. يمكنش كنشوفوا فضاءات كاينه في المدن اللي هي مؤقت. وحنايا في المدارس القرويه لا بالنسبه للتعليم الابتدائي ولا التعليم الاولي، هما كيعملوا لهم سنيتقات وما كيعملوش قدام مع الارض الحمد لله موجوده حتى المدرسه. عندك واحد المجموعه ديال المرافق اللي يقدروا هذا النشء هذا ما يعملش الصلاه في الدار، يعملها برا ويدخل معاه في الدار ديالو باش يحفظ. كاين واحد النقطه. نعم، كاين حاجه اخرى. نعم، كاين حاجه اخرى اللي هي مرتبطه بالجانب الاقتصادي. كنسمعوا المبادره الوطنيه كتعمل كذا منشآت هذه، يعني الحصيله صعب نقول لك الحصيله اولاد الرئيس ماكرون ما كاين والو، لان ديك طريقه الاشتغال ديال المبادره كانت سيبلي موجهه مجموعه من الاشخاص، كاين اللي كيستحقوا وهما قلالين وكاين اللي ما كيستحقوش بالمره. واش كتبغي تقول لي على ان كاين هناك عدم مساواة امام التنميه، عدم مساواة وعدم الاستفادة من التنمية على مستوى ديال التراب؟ سيدنا الله ينصروه زعما كيفاش كيدرك المجال ديال كيفاش كيعرف المواطن المغربي بمجاله وانسانه وكل شيء. هو ملي يهضر بديك المقاربه المغرب يمشي بسرعه شاين هكذاك. حنايا في فاس كاين سرعه اللي هي خيال هي المحيط ديال الطونجينيت والمحيط ديال المناطق الصناعيه، واحد التحضر واحد التمدن كانك ماشي في وول ستريت، كانك ماشي في نيويورك سيتي. وملي كتخرج ترقق مصطفى رقق هي بصح كنستاهلوا ننظموها، ما كرهش وول ستريت ونيويورك سيتي. والله الافارقه ما يجبروا مشكل، يجبروا لنا بحالنا بحالو، كلشي كيشبه الكشيبه والحيوانات ماشيين قدامنا وقلت شي موجوده. وديك الشيء علاش؟ لان المسؤول اللي المفروض يقول لك انا هذا الشيء كما خليته في افريقيا جواتو في فاس أنجرة، ما يحسش بانه غريب، بالعكس ينتجم دغيا. المشكل هو ان المسؤولين كيوصلوا للمناطق في فاس أنجرة مباشره الفكره ديالهم انهم يمشوا تربيه المسؤول الاعلى منه، علما انهم يجيو. حنا دابا عندنا واحد بسيط امل في العامل الحالي، لان البروفايل ديالو تقني وانه الراجل كيامن بالارقام كيامن بالنتائج، واننا
مستعدين نوصلوا لمجموعه ديال المقترحات ديالنا كما تحاورنا مع هذيك المره اللي فاتت، وحسينا بانه ان ادوبت هاد الامور اللي نعم. كنقولوا. دعني اطرح السؤال التالي. نعم. دعني أطرح هذا السؤال على الأستاذ أحمد العمراني اللي أعود إليه. شنو ما الذي ينبغي القيام به من أجل تجاوز هذه الوضعية؟ أكيد على أن هناك كما ذكرتم نقصان على مستويات عدة. إذا ما الذي ينبغي القيام به من أجل رؤية إيجابية واستشرافية للسي أحمد؟ اول خطوه يعني نطلبوا من السيد العام كتب السيد الوالي وزاره الطبيعه مثلا هو نقل جميع المرافق الاداريه الى مركز القصر الصغير قصر المجلس، يعني واحد الحي الاداري يكون تما العماله مندوبيه الصحه ومندوبيه التعليم الى جميع المندوبيات مندوبيات الشغل الى اخره. لو كان الحي الاداري في القصر الصغير فيه الدخول من الاول ما تاخر ذلك المستشفى الاقليمي. علاش؟ لان غيكون الساكنه قريبه من السيد العامل مندوب الصحه ويوميا غيكون تما يعني اما احتجاج او ترافع او يعني تواصل مع المسؤولين المرافق الاقليم الوحيد في المغرب اللي عنده مرافق اداريه خارج الاقليم في طنجه، يعني بعادين يعني كالمواطن اذا كان في زنجره ولا في ثغره في اقصى الجهه الشرقيه ديال الاقليم خصو يقطع 90 كيلومتر 80 90 كيلومتر الى 70 كيلومتر باش يوصل مثلا مندوبيه ديال التعليم في وسط طنجه او عماله ديال اللي كاينه في مقاطعات في مكان، وبالتالي لان كان هناك تقسيم ضروري اخر سابقا فلوس وصحاب الفلوس. اذا اول حاجه هو الحي الاداري يكون متكامل ولكن العكس داك الشيء اللي كيقول هذا على فحص يعني الا جاو من افريقيا غادي يلقاو عندنا مناطق بحال اللي عندهم يعني ابار مناطق ديال القرب لجميع الساكنه لجميع الجماعات تقريبا، مناطق اللي مناطق صناعيه مطار جمال اساسي اللي هو باقي مفرط في هذا الاقليم هذا هو حق ديال الشغل والاعلان العالمي لحقوق الانسان. كيفاش كتقول لي حق الشغل وكنعرفوا على ان الاقليم فحص انجرة يعني يضم في التراب ديالو كبريات المشاريع المهيكله على المستوى ليس فقط الجهوي او الوطني، مشاريع كبرى دوليه يعني مشاريع عالميه، وكتقول لي الحق في الشغل. الحق في الشغل واش هذه المشاريع هذه ما وفرتش واحد يعني مناصب الشغل مهمه للابناء ديال الساكنه؟ وتتعلم عباد الله كيف يديروا يوقفوا بعدا في السيارات ديالهم، المناطق واحد كيوقف في المناطق المينائيه ومناطق الظلم الشركات والمناطق الصناعيه اللي بصفه عامه في الاقليم يعني تشغل عشرات الالاف. واذا مشينا حصينا الساكنه المحليه ابناء المنطقه والساكنه المحليه ديال طنجره ما نجبروش اكثر من 1000 شخص من ضمن عشرات الالاف، بمعنى النسبه لا ترتقي الى 2 ولا 3% ولا 5%، وبالتالي هذا اشكال حقيقي. ما عندهمش مؤهلات اصاحبي، ما عندهمش مؤهلات. الان يعني كاينه ثانويات كتخرج سنويا المئات ديال الطلبه ديال البكالوريا، وكاين دابا الان العشرات بل المئات اللي عندهم مستويات جامعيه سواء في التكوين المهني التقني تخصص تقني او كذلك مستوى جامعي اجازه الى ما ذلك. كذلك هناك ساكن عنده مؤهلات اخرى كسائقين يعني اللي عنده مؤهلات كيخدم ديال مناصب الشغل. اذا الولوج الى الشغل الطريق المتوسط المناطق اللوجستيكيه الكبيره اللي كتضم ضربه بنعسه خصو يخدم وكذلك تخدم كلشي سيكوريتي. يعني الولوج هذه الساكنه المحليه ولوج ضعيف جدا ويشكل يعني علامه استفهام يعني وحنا كل سنه نترافع على هذا الامر ونحذر منه ونقول بان هذا يعني ميز يعني خطير يجب ان يتوقف ويجب ان تخصص واحد النسبه معينه الى تخصص. هذه اللي فيها مشكل، هذيك الكوطه راه فيها مشكل عنده شغيله غير مؤهله في البرلمان واحد الكوطه للنساء هاد اللعبات الكوطه راه ما خداماش لي كومبيتونس ينص على تدخل المؤسسات عندك شي ما تقول مرحبا انت كتفرض راسك. باش نكونوا واقعيين دعنا نكونوا واقعيين كذلك. هل تعتقد
على أن المؤسسات، إذا كنا كنقولوا على أن منظومة حقوق الإنسان تتشارك فيها المؤسسات العمومية كلها، سواء المنتخبة أو الغير المنتخبة، في تفعيلها، سواء المصالح المحلية والجهوية أو المصالح الغير ممركزة. فبالتالي هل تعتقد، نبدأ بالمؤسسات المنتخبة، هل تعتقد على أن المؤسسات المنتخبة، المجالس المنتخبة قادرة نوعا ما نسبيا جزئيا على تمكين الساكنة بمنظومة حقوق الإنسان، على الأقل الجيل الأول، نتكلموا على الجيل الأول ديال حقوق الإنسان؟ بحال اللي قال الاستاذ فاضل الاستاذ ربيع، المنتخبين يعني فعالية وسلبيين الى حد ما، الا بعض الافراد اللي كيتحركوا مع العماله او الوزارات والقطاعات الوزاريه المعنيه التي تتحرك تما. هو العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان منذ على الاقل منذ اكثر من 20، ولكن بفعاليه اكثر منذ 2017 الى الان. يعني هناك مكتب محلي ويترافع على قدر يعني الدور ديالنا هو الترافع. ما عندناش نقولوا كمنتخبين او كمراسلات. بالنسبه يعني الفصل 31 نصه تعمل الدوله والمؤسسات العموميه والجماعه الترابيه المرحله الثالثه. يعني كاينه الدوله، كاين مؤسسه عموميه. في طنجيميد مؤسسه عموميه. الدولة كتشمل جميع هذا المنطقة اللي احنا فيها معروفة بالغندوري، الظهر ديال اوتيل بوغاز، وهذا اللي اونفاس حدانا راه كيبان سمو فيلبيك، اما متعمد او يعني ما كاينش عناية. اوتيل مالاباطا سابقا هناك يعني واحد واخا كاين البرد كاين عباد الله زاز عليهم يجلسوا حدا. هناك تدخل في 2018 على اساس التعامل مع اعمال طنجة. تعرفوا القنطرة ما كيدوبلوش فيها اكثر من 100 يلا سير شاب من مختلف القرى والمداشير من مختلف الجماعات الترابيه. نعم، هذيك ومرات ولكن لم تتكرر. نعم، شكرا جزيلا سي احمد العمراني. اعود الى الاستاذ ربيع الخنشوف، دائما في الحديث عن حقوق الانسان وفعاليه حقوق الانسان. فعاليه حقوق الانسان تشترط واحد النوع ديال التراكم، معنا واحد نوع من التراكم لهذه الحقوق وهذه الخدمات التي تكفل على الحقوق الاساسيه. وقد ذكرنا وتحدثنا عن قطاع ديال الصحه، شهرين كان في الاعتقال مدروس بطبيعه الحال، رانا الاعتقال الاجباري او الاقامه الجبريه. الاقامه الجبريه انا فقط اتساءل خرجنا مسكين يشوف في المساواه امام القانون، لأن هذه نقطة مهمة جدا، وعدم التمييز يعني إزاء الأبعاد ديال التنمية والأثر ديال التنمية. وذكرتي السي ربيع الخنشوف أن التراب ديال الإقليم فاس يسير بواقع سرعتين. لو كازينو مسيو لو خازينو. هل نحن أمام إشكال ديال الإرادة السياسية؟ عنده شوية هل نحن أمام إشكال ديال عدم القدرة ديال المؤسسات الحكومية كاملة المعينة والغير المعينة بأن ما كاينش إمكانيات؟ هل نحن أمام واحد الثقافة ديال الساكنة لأنها هذا المسرح الكبير، هذا يجب أن تنبع من الثقافة ديال الترافع. أين هو المشكل سي ربيع برأيك؟ سي ربيع؟ سي ربيع هربتي. أظن على أنه انقطع الخط بيننا وبين سي ربيع. أطرح هذا السؤال على سي أحمد العمراني، عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. نعم، احنا ماشي ما نرسم صفحة سوداء عن الإقليم السوداء. هناك مجهودات تشكر عليها ولاية وعملت طنجة أصيلة، عفوا ولاية جهة طنجة تكون الحسيمة، وكذلك عامل من طنجة، وبعض الجماعات التي تتحرك نسبيا وتشتغل. هناك بنية تحتية وبعض المراكز يتم تأهيلها، بعض الطرقات بعد ذلك. يعني خاص دابا انا اتساءل واش المشكل ديال هذا السؤال اللي كنت طرحته على السي ربيع الخنشوف، انا ما عرفتش واش مازال معايا. هل السي ربيع، اذا سمحتي لي نرجعوا عند السي ربيع الخنشوف، دائما السؤال: هل نحن امام اشكال ديال الاراده السياسيه؟ هل نحن امام اشكال ديال القدره الماليه والقدره ديال الموارد؟ هل نحن امام ثقافه لم تتشبع بعد
بالترافع والدفاع عن المطالب ديال حقوق الانسان. اين هو المشكل؟ لان باش نوصلوا يعني الداء اين هو ويمكن تعاملوا معه في اطار المقترحات او سبل ديال المعالجه. الاستاذ علاء. ثاني الاشكال بدا من نهار تاسيس اقليم فحص الغراء هو انه تم يعني عنده واحد العمليه ديال الاحصاء الساكنه والاخير ديالها والناس اللي قاريين والشواهد اللي كاينين واللي ما كاينينش. هادشي كان في 2001 نهار هذاك جبروا واحد النسبه قليله ديال الساكنه اللي عندها اللي مستقره واللي عندها دبلومات. كاين واحد المجموعه اللي خرجت الاقليم مشات يعني كتكون برا في تكوين جامعي وتكوينات اخرى عاد رجعت. هذاك الاحصاء هذاك هو اللي بقى جاري به العمل الى يومنا هذا، علما ان الاقليم عرف واحد المجموعه ديال الشواهد وديال الدبلومات وديال الناس اللي قرات واللي رجعت وتحققت في الاقليم. كاين اللي عندنا حنا كاين مسلطن بروكسل وكاين مجموعه ديال الاخوان والاخوات اللي دبلومين الاقليم تاع الصالح. هذا جانب. الجانب الاخر اللي نذكره هو انه كيكون واحد النوع من التحايل او واحد النوع ديال كل مره اذا انقطع الخط بيننا وبين الاستاذ علاء. نشوف اعود اليك استاذ احمد العمراني من اجل تتم هذا السؤال والجواب عليه. لا ضروري تدخل واحد بطبيعه الحال ما كاينش واحد الاراده يعني كيبان بان ما كاينش واحد الاراده سياسيه واضحه من اجل يعني تاهيل فحص الشجره باش يكون يعني في مستوى طنجه يعني السرعه ديالها هي والرباط وهذا السرعه ديال كندا وديال المانيا وديال بروكسل. وبالتالي فحص الشجره يجب ان ترتقي في البنيه التحتيه والامور غاديه ولكن ببطء. ماشي كنقولوا ما كاين والو، ما كاين بنيه تحتيه، كاين طرقات، كاين مسالك، كاين مدارس، كاين مستشفى متعثر، مراكز صحيه ضعيفه، طبيب واحد اللي قال لك الاستاذ ربيع. اذا هناك يعني خاص طبيب واحد حدد فاينه صاحبي. المنصحه بين الجامعات هما يكونوا يعني اذا ما كانوش مؤهلين او ما كانوش يعني عندهم واحد الفعاليه نخليو الامور كما هي. خاص التدخل وفق الاوامر. المستوصف فلان ما كاينش طريق في فو بريسيزون يعني التدخل من جميع القطاعات الوزاريه بدون استثناء. كل القطاع، وهذا باش يكون تدخل ويكون داكشي تكون اراده حقيقيه على ارض الواقع. يجب بناء حي اداري متكامل ولا شي منطقه اخرى. هذا الاقتراح ديالنا الطرف ديالنا وبسرعه يعني في طرف الحي الاداري كاين جميع القطاعات الوزاريه تما. وبالتالي باش تكون هناك يعني سياسه القرب وتكون العنايه المباشره، خاصه ان الطريق من طنجه لان اغلبيه الموظفين تقريبا واحد 100 ولا 150 ولا 200 موظفين كتكونوا في طنجه. وبالتالي هذا اشكال راه هناك تعثر في هذا الجانب هذا. وبالتالي راه كاين الطريق راه ما كتفتشي واحد 20 او 25 دقيقه وسيتم توسيع الطريق بين طنجه والقصر الصغير. كان هناك طريق السيور، كاين الطريق الشاطئي. هناك برمجه ميزانيه مهمه وضخمه مهمه لتكون الطريق يعني مزدوج وكبير بين طنجه والقصر الصغير ليقلص المسافه الى 20 دقيقه ولا 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. وبالتالي غادي يولي مزدوج 20 دقيقه. يعني داك المشروع اللي يعني منطقه هضرنا عليه شحال هذه كاين وجد دابا وتكون هناك كذلك تحول الميزانيه الى دونك لي طرافو فوقاش يبداو واحد الطفره ضروري لان كذلك يعني باش تولي كتحول الى ايوا هذيك اللي غادي ياكلوا واحد الطرف مع الجامعه القرويه مداخل هذيك الدار ديال داك السيد اللي في المهم ما كناش نذكروا الدوله الجهاز والقطاعات الوزاريه يعني الدار ديالو كامله مشات كامله غندوز فيها الطريق وسريع ومتسارع كيبقى الجميع. والجار ديالنا واحد طريف من الجرده ديالو حتى هو. شكرا جزيلا سي احمد الغمراني. عاود اليك استاذ ربيع خاشوف الثمن. الدار ديالو ما يحديوهاش. حقوق الانسان ماشي هي الحجر يعني بنية تحتية فقط، هي صناعة الانسان، صناعة الانسان ثقافية وتربوية. واكيد على ان هذه هي كذلك جيل من اجيال ديال حقوق الانسان، الحقوق الثقافية والبيئية الى غير ذلك. هل تعتقد على ان الساكنة ديال فحص أنجرة وابناء الساكنة في هذه المنطقة وفي هذا الاقليم واعد
الرائد اقتصاديا وتنمويا على مستوى المشاريع الكبرى المهيكله الوطنيه. هل تعتقد على ان هناك مساعي كبيره اشتغلت على مستوى تمكين المواطن من حقوقه الثقافيه الاستراليه، ام ان الامر ما زال بعيد من المنال؟ سيدي خالد كاين واحد النظره من ناحيه التضاريس ديالو، وراه يمكن لك تلقى جميع اصناف التضاريس وبالتالي جميع اصناف الانشطه صديقي مسكين صافي واختلاف نمط العيش. عندنا مناطق جبليه غابويه، عندنا واحد الفتيحه كتبين لهم غير الجهه د لاكوتي اسبانيول صافي ساكابو. يعني كاين مجموعه ديال الانشطه مختلفه ما كيبان لا والو ديال الحياه اليوميه ديال المواطن العربي. لا راه هي هذا المواطن العربي إذا جينا نحطوا مقارنة ما بين يحدث في المدن المجاورة طنجة تطوان وحتى الفنيدة وما بين ما يمكن أن يسخر به يكون طنجة في الجو شاسع ويطاق كبير. علاش؟ لأن هذا أحسن مقيت اللي بغى يسير في طنجة كيكون باقي شوية الضوء وكيكون الضوء ديال المدينة شي حاجة مستحيلة. كنقولوا كاين السدود إذا يكون مغابية، كاين الغابات إذا يكون واحد بون هاد لا فيديو في الحقيقة الفضل يعود للضيف اللي معايا واللي قلت كان في إقامة جبرية وقلت لك الصراحة اليوم دونك ضروري ما تجيب له واحد الروسي. انا استغليت المناسبه كنقوم بالتصوير على الدراجي اللي درنا والدردشه عاود مع لا راديو، وخاصه انها تتعلق بطنجه فحص لانجرا. يعني كتعرفوا على ان ولايه طنجه فيها جوج ديال العمالات، طنجة أصيلة وفحص لانجرا، وأيضا معروف على أن ولاية أو جهة طنجة كتضم جوج ديال الولايات، ولاية تطوان وولاية طنجة، وكل وحدة طبعا تطوان داخلة كنظن معاهم عرايش والجهة ديال طنجة داخلة فيها الحسينة. المهم جهة كبيرة، عاصمة الجهة هي طنجة، ووالي طنجة والي الجهة يعني جهة طنجة تطوان الحسينة هو والي هذه الجهة كاملة، يعني والي طنجة ولاية طنجة اي ميم طون والي على الجهة كلها. وهنايا في شكل ما عرفتش كيفاش صراحة ما عنديش معلومات، لأن في الهيرارشي في التراتبية ولا التسلسل الإداري ولا رئيس الجهة كيكون نورمالمون هو الخيفي على الجهة كلها، يوم ميم طون هو والي ديال طنجة وتطوان عنده والي. اذا ما عرفتش كيفاش كيتفاهموا، واش كتعطى لان الاخر الا قال له غدير ولا غدير غادي يقول له راه بحالي بحالك، كيفاش انا والي بحالي بحالك. دونك هنا كاين تيتر اللي عندهم وهذا ما عنديش فكره، اللي عنده فكره يفيدنا، ونقدر نكون غلط لان هذه المعلومات ديالي شويه قديمه. المغرب على مستوى التشريع دابا ساعات كتلقى شي حاجه خارجه جديده. كانوا الجرائد صراحه الجرائد كانوا كيفيدونا شويه والله. كتمشي تقسمقها كتلقى عنده لي جورنو كاملين، كتصفح هذيك تصفح هذيك كتشوف. دابا لاكوسا. شكرا جزيلا سي ربيع، شكرا جزيلا سي ربيع. اكيد على ان الرساله واضحه ونتمنوا على لي ريزو سوسيو ما خلاونا والو، تفتح بالنسبه ما كاين غير التسبيح، كلشي كيسبح تؤطي وتنظم وتقود التراب ديال فاس عجرة. فاصل نزيد غندوزكم الصوت برا، ولكن ما كنحملش ديك الدنيا كتكون عامره بزاف. وهاد الخرجه هادي انا خارج
مكان دويره مريحه. وهاد الطريق هذه ديال المرقله صراحه عجيبه نشر الكركرة ومفيده، تنشدو كل واحد باش ما نشدوش جوج. المملكة المغربية من طنجة في برامجها على مدار الساعة. هنا في هاد الجهه في لو كوتي اوبوزي، ماشي هذا اللي كيبان، في الجهه الاخرى فين كاين اوتيل كونتينونتال، واللي يكون في علم الاغلبيه اللي ما عارفاش، اما كاين مجموعه اللي هما متبعين الاحداث ولا ان تشرى من طرف شي مستثمر اجنبي، أيها المؤمنون والمؤمنات، وغيدار فيه شي حسب ما قريت يلا هذا الاسبوع هذا، غيدار فيه شي فندق يعني من مستوى عالي جدا. الله أكبر. المغرب. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على ديك الدراري اللي كينسوا بها حي على الفلاح. كما كان. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أذن المؤذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طنجة والنواحي. تقبل الله صلاة الجميع لمزيد من التوبة والغفران. أنتم في الاستماع سيداتي سادتي إلى إذاعة طنجة على أمواجها المحلية يحافظوا على والجهوية النظافة رمضان اليوم. ويأديو الضرائب ديالو. لمواصلة بث هذا ملي كتدخل الفلوس خصك تخلص، سي كوم سا، كلشي كيخلص. انت كتشري طرود الحليب راك كتخلص. الطوموبيلات الخرموجة. هنا طنجة. جنة أثيرية تعيش معكم تفاصيل الحياة اليومية. أثير إذاعة طنجة، الإذاعة الأقرب إليكم. أعزائي المستمعين، أنتم دائما في الاستماع لأثير إذاعة طنجة، وما زلنا في هذه الفقرة التي نحاول من خلالها أن نضيء جوانب من فعالية حقوق الإنسان بتراب فحص أنجرة. وكنت مع السي ربيع خنشوف والأستاذ أحمد العمراني نتحدث عن هذه الشذرات في هذا الملامح أو ملامح المشهد.
سي ربيع لنختم ولنجمل هذا الامر الان كعناوين كبرى ما الذي ينبغي القيام به؟ نعم، اذا انقطع الخط بيننا وبين الاستاذ ربيع سنشوف تعود اليك استاذ احمد عمر. عناوين كبرى سريعه ما الذي ينبغي القيام به من اجل التسريع، مش باش ما نتكلموش على افق استراتيجي طويل الامد، ولكن من اجل التسريع بتمتيع الساكنه بحقوقهم الاساسيه وتجاوز الصعوبات، لان الصعوبات راه كاينين راه موجودين، ولكن شنو خصنا ندير باش نتجاوزوا هذه الصعوبات ونحققوا هذا المبتغى؟ الحقوق الاساسيه كاين 3 حقوق اساسيه ضروريه: الصحه، المستشفى الاقليمي بيسر علي ان باقي صعيب بعد تاهيل بسيط وتجهيزات الى اخره وانطلق، وكذلك تعيين موارد بشريه كافيه والمسافه بين طقطقه وقصر الصغير كتعدى شي 30 دقيقه. واضح. النقطه الثانيه يعني وكذلك يعني لي زومبيلونس يعني سياره اسعاف تكون راه الاشاره واختصاصات طبيه تكون هذا رقم 1. رقم 2 تكوين مهني، يعني مراكز ديال التكوين المهني ديال القرب يكونوا في 7 ديال الجامعات القرويه او على الاقل مماركات في القصر الصغير. النقطه الثالثه هو الولوج يعني الساكنه المؤهله وابناء المنطقه للشغل. هذه رقم 3. يقراوا صاحبي، يقراوا شجعوهم يقراوا. سرعه تنفيذ بناء واحداث حي اداري متكامل خدم وانت يعني منطقه اداريه فيها جميع المرافق الاداريه ديال العماله، مندوبيه ديال الصحه، ديال التعليم، ديال الشغل، ديال الى اخره، وديال الشيب والرياضه، ديال الثقافه، كلها تكون ممركزه داخل القصر الصغير داخل الاقليم لتنطلق التنميه في اقليم فحص طنجة، وكذلك العنايه والبحاره وبالتعاونيات وكذلك بمساعده الساكنه من خلال كذلك ديال السقي والجانب الفلاحي، لان المنطقه ما زالت عندها الفلاحه، وبالتالي هذا الجانب هذا كذلك الصناعه التقليديه. اذا هذه خطوط كبرى يجب التركيز عليها من اجل كذلك منطقه سياحيه بامتياز. منطقه فحص طنجة رقم 1 في جهه في الاقليم بالنسبه لطنجة رقم 1، وبالتالي هي امها على طول العام يزورها طيله السنه، وكذلك في الصيف مئات الالاف ماشي 10,000 مئات الالاف يعني في الشواطئ ديالها الجميله. وبالتالي يعني التاهيل السياحي بالموازاه شحال اللي كاين في اقليم تطوان. الشواطئ ديال تطوان مؤهله، هنا ماشي مؤهله. نعم، شكرا جزيلا سي احمد العمراني على هذه المقترحات، ونتمنوا على انها تجد اذان صاغيه من اجل ان يرتقي الاقليم الى مستوى احسن مما هو عليه الان. شكرا جزيلا لك سي احمد العمراني، الاستاذ ربيع الخنشوف عن العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان. اعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم، انتم دائما في الاستماع لآتيفي اذاعه طنجة. اللي عنده شي طوموبيله هذا بغا يدوز للامتحان، اذا طلعت هذه كتكون ناجحه في البكالوريا. هنا طنجة. اللي بغا يدوز الامتحان طوموبيلته الطريف هذا وزيد عليه هذا. أعزائنا المستمعين، كان من المقرر أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور محمد السعيد، الكاتب العام للمنتدى العربي الأوروبي لمكافحة الكراهية، من أجل تقريبنا بخصوص الندوة التي سوف تنظم بمدينة طنجة حول موضوع المهاجرين الافارقه في وسائل الاعلام كذا كدوز دوزيام سيسيون، ولكن غنوصلوا لها طارئا الدوره الثانيه. حالة دون ذلك نتمنى دائما رد بالك في الدوره، دائما كيوقعوا الحوادث هنايا. هذه الندوه التي ما كتبانش الطريق، وهنايا طبعا الا فتي هذا الشيء صافي راه هذا راه عليني بشراكه البكالوريا طنجة الدوره حول الثانيه موضوع كنجيب الخطاب ديال الكراهيه ومبادئ حقوق الانسان. سوف تضم مجموعه من الاساتذه والباحثين من انا كندوز معنا بزاف، ولكن الطوموبيله مسكينه دائما مغربيه، اساتذه كطلع برومي بارك عليها وخبراء في هذا المجال. وصلنا الى في هذه الندوه وفي تاطير هذا الموضوع. مقبره اعزائنا مرشان، ختام هذه الحلقه، جمعتكم مباركه،
إلى أن Thank you very نلقاكم much. في الحلقة القادمة. voilà. خالص تحية من محمد النبا، اسماعيل العسير، خالد الشطيبات. عطينا الطريف سلام نزيدو الله عليكم بليز. وإلى اللقاء. Et voilà.